السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الغدا ايه النهارده. بصوا الاكل دوت انا كنت عاملاه عادي، بس جات ناس بألف هنا وشفا للي كل. يعني انا عملت الاكل وما كنتش عارفه ان في حد جاي. بعد ما عملت وكده في ناس جت. بصوا بقى، يعني انا بعمل اكل كده بالزياده دايما، حتى هتلاقوا في الفيديوهات انا بعمل كمية اكل. يعني ساعات بيبقى في حد جاي، ساعات حد بيجي على غفلة، ساعات مثلا بيقضي تاني يوم ما بيخسرش، ما برميش منه حاجة، برميش اكل خالص. ده ايه احنا نعمل بقى اول مرة نعمل ايه السبانخ السنة دي. طبعا انا جبت اللحمة شوحتها في معلقتين سمنة، وبعدين حطيت عليها البهارات، خليت لونها غير خالص، وبعدين نزلت بالبصل والثوم، يعني 4 فصوص توم كده حسب ما انتوا عايزين. كل ده على اللحمه، وبشوحها كويس لحد ما ريحتها تطلع خالص. بحط طبعا البهارات، ملح وفلفل، اسفه بحطش ملح دلوقتي، بحط فلفل اسود وكزبره ناشفه وبابريكا. خلاص، وهنستنى بالملح خالص دلوقتي. طبعا بعد كده نزلت بالقوطه لحد ما اتسبكت القوطه، وزودت ميه سخنه خلي اللحمه تستوي. ما حطيناش ماجي ولا ملح لحد دلوقتي. خلاص، اللحمه تتسبك، يعني القطه تتسبك كده اهي، واللحمه كده استوت يعني. طبعا انا كان عندي سبانخ كنت مفرزاها زي الفل اكنها فريش. خلاص، طبعا احنا بنروق الفريزر عشان ايه الحاجات الجديده طلعت عملتها. طبعا احنا قلنا اي خضار متفرز من الفريزر على السخن على طول، يعني من التلاجة من الفريزر على السخن، ما يتركنش لانه بيجلد وبيبوظ. خلاص، طبعا اهي السبانخ زي ما انتوا شايفين استوت وبقت زي الفل، واللحمه مستويه فيها ودايبه دوب. بس كده هنعمل بقى ايه معانا بطايه هي سلقناها، وهنعمل شويه رز بشعريه. بس انا عامله الاكل لينا، مش مستنيين حد. جالنا ناس وكلوا بألف هنا وشفا، وكان الاكل زي العسل وكفى ووفى بصراحه. بس كده عملت شويه الرز همت طبعا بشوربه البط. هنا بقى نعمل شويه كشك. حطيت 3 معالق من الدقيق كبار، وبعدين نزلت بكوبايه ونص من اللبن ودوبته فيهم الدقيق زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. مقدار كوبايه ونص اللي انا حطيتهم دول في الكنكه كلهم حطيتهم، زودتهم تاني. خلاص، وبعدين عندي كريمه لباني اللي هي بتاعه الطبخ، موجوده ماشي، مش موجوده مش لازم. يعني بعمله من غير الكريمه بس عشان كانت عندي. خلاص، وفص ماجي. وطبعا الكشك بيحتاج الشوربه الدسمه، فخدت بقى منين من بتاعه البط، مع اننا عاملين بط بقى ومش عاملين يعني اصناف كتير، فعملت شويه كشك. خلاص، وانا كان نفسي فيه بصراحه. حطيت فص ماجي وحطيت معلقه كريمه لباني، وحطيت شويه اللبن اللي فاضيين، يعني كوبايه ونص من اللبن، ورفعت على النار. طبعا هو بقى هيحتاج شوربه فهزود شوربه. خلاص، بس زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، ادي الشوربه اهي. حطيتها طبعا بتغلي، البطايه لسه بتستوي. هنظبط المساء ورفعت على النار. خلاص، طبعا هو هيغلي يغلي ويبتدي يبقى قوامه خفيف، لانه بيتقل بعد كده. يعني خلي بالك انه قوامه يبقى خفيف وخليه يستوي. خلاص، وبعدين هنعمل له بقى البصلايه بتاعته. بشرت بصلايه صغيره، وحطيت معلقتين زبده وهحمرها فيها. خلاص كده الكشك استوى كمان، والسبانخ استوت، والرز بيتشرب على النار. لسه بقى البطايه عصتها بالفرشه سمنه او زيت الموجود عندك، ورشيت عليها ملح على البطايه وشويه فلفل اسود، وحطيتها على الشوايه. طبعا مش طالبه زيت خالص. انا طبعا صفيت الطشه بتاعت البصل على الكشك، والبصل ده هحط منه على وش الاطباق. والبطايه اتعملت وطلعت. بصوا السبانخ، وادي البط، وادي الرز، بألف هنا وشفا على اللي كل. وادي الكشك وطعمه تحفه، بألف هنا وشفا على اللي كل. يا رب دايما تبقى بيتكم مليانه خير وبركه، ودايما كده يبقى الغايب له نايب. بألف هنا وشفا على قلبكم. يا رب اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.